تصل لناحية اليمين محمد بسطاوي، يهيئ كرة لناحية اليمين، كرة خطر لمصلحة الهلال السوداني، كرة عرضية ممكن الجول. الله! الهدف الأول للهلال السوداني من ينجيدي اللاعب الكونغولي. ينجيدي سجل الهدف الأول للهلال السوداني من الكونغو. شوف ينجيدي يسجل الهدف الأول. شوف الهدف البطيء، شوف الكرة العرضية جميلة جدا، شوف الكرة العرضية ولا يوجد لا تسلل، شوف الحكم المساعد، شوف الكرة العرضية وينجيدي والهدف الأول لمصلحة الهلال السوداني. شوف الهدف البطيء، احنا قلنا من بداية المباراة هجمات الهلال السوداني عن طريق الناحية اليمنى هي الأخطر وهي اللي بشكل ازعاج كبير لنادي شعب حضرموت اليمني السوداني. الهلال السوداني متقدم بهدف. ينجيدي وتسديده قوية. الله 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 الله! شوف الهدف الجميل من خارج منطقة الجزاء. يا سلام على هالهدف، يا سلام يا سلام عليك يا حمد يا كمال. حمد كمال تسديده ولا اروع ولا اجمل من هالتسديده. اكيد المخرج هيعيدها اكثر من مره. شوف الهدف البطيء، شوف الهدف البطيء، والله الهدف. شوف الجماهير الهلال السودانيه، جمهور كبير جدا يحضر من الجاليه السودانيه. الهدف الثاني للهلال السوداني من حمد كمال. شوف الهدف البطيء، تسديده من خارج منطقه الجزاء. شوف في زاويه 90 وعلى يسار حارس المرمى احمد الحمدي ولا يلام احمد الحمدي. هدفين. شوف الهدف البطيء، شوف الهدف البطيء، شوف كرة جميلة جدا وكرة رائعة ايضا من حمد كمال. شكرا للمخرج محمد مبروك. اول بطاقة صفراء محمد مبروك. محمد مبروك على التسديد، ملعوبة الكرة تصل. الله! الهدف الثاني، الهدف الثاني، الهدف الثالث، الهدف الثالث لهيثم مصطفى. هيثم مصطفى يسجل الهدف الثالث للهلال السوداني. ربما نشاهد مهرجان اهداف. شوف الجاليه السودانيه الكبيره اللي تؤازر الهلال السوداني في لقاء اليوم. 3 اهداف في نصف ساعه تقريبا. شوف الهدف البطيء، شوف على يسار حارس المرمى وفي زاويه 90. شوف حارس المرمى، شوف ايضا من هيثم مصطفى، كره جميله جدا من هيثم مصطفى. والهدف الثالث للهلال السوداني. 3 اهداف. ربما نشاهد غله من الاهداف. لاعب رقم 6 محمد حسن، اللاعب خالد صالح رقم 8. ملعوبه الكره تسديده من خارج المنطقه. الله 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 على الهدف الجميل، الهدف الجميل، الهدف الجميل. شوف من خارج منطقه الجزاء، تسديده رائعه جدا ربما من حمد كمال. نشوف الهدف البطيء، شوف هيثم مصطفى تسديده من خارج منطقه الجزاء، تسديده من خارج منطقه الجزاء. فرحه للجماهير السودانيه. مصطفى شوف الهدف البطيء، شوف هيثم مصطفى تسديده قويه وعلى يسار حارس المرمى ولا يسأل ايضا احمد الحامدي عن هذه الاهداف الجميله جدا ومن خارج منطقه الجزاء وعلى يسار احمد الحامدي. والهدف الرابع للهلال السوداني، هدف مبكر في الشوط الثاني. والهدف الرابع للهلال السوداني من هيثم مصطفى. السودان ملعوب الكره للامام ومواجهه المرمى ممكن يجون هدف. الله! الهدف الخامس، الهدف الخامس للهلال السوداني من صلاح الضي. هذا اللاعب البديل صلاح الضي، وفعلا اضاء الهدف الخامس صلاح الضي ويضيء ويفرح الجماهير السودانيه في هذا اللقاء. صلاح الضي شوف كان من الجماهير السودانيه اللي تؤازر نادي الهلال السوداني. والهدف الخامس في الدقيقه 37 من الشوط الثاني. شوف الهدف البطيء، شوف صلاح الضي. والهدف الخامس شوف يعني كان هناك اعتقاد من الدفاع شعب حضرموت اليمني.